انت اتهجمت عليا امبارح. فاكر الفيلم ده؟ تخيلوا معايا المنظر ده. أب عنده فوق ال65 سنة، مريض قلب وسكر وبيغسل كلى، يعني بالعافية قادر يقف على رجليه، بيتضرب بالقلم قدام بيته وقدام بنته اللي واقفة بتصور وهي مش قادرة تعمل أي حاجة. القصة دي مش من فيلم ولا مشهد تمثيلي، دي حقيقة حصلت في محافظة السويس في بيت إيجار قديم، والبنت هي اللي نزلت الفيديو بنفسها وقالت: إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم وأصحاب البيت عاوزين يطلعونا بالعافية. اعتدوا على والدي النهارده وهو راجل مسن مريض قلب وسكر وكمان بيغسل كلى. البنت بتحكي إنهم كانوا رايحين يجيبوا العلاج لوالدها، انا هفصل ساعتها كيف هجيب العلاج بتاعك. وفجأة واحد من أصحاب البيت اسمه عصام غريب مصطفى ومعاه أخوه علي. الاتنين دول معروفين إن عندهم محلات للأطفال في السويس، طلعوا عليهم وبدأوا يزعقوا ويشتموا الراجل المسن، وبمنتهى الإهانة رفع إيده وضربه بالقلم قدام كل الناس. مش كفاية كده، البنت قالت إن اللي حصل النهاردة مش أول مرة. امبارح نفس الشخص دخل عليها في الشقة وهي قاعدة لوحدها وفضل يزعق ويهددها، يعني انتهك حرمة البيت وما بيحترمش الكبير ولا حتى خوف من ربنا. اللي كسر القلب فعلا إن البنت وهي بتصور صوتها كان كله وجع وبتقول: حسبي الله ونعم الوكيل، أبويا راجل كبير بيتضرب قدامي ومش قادرة أعمل حاجة. تخيلوا وجعها وهي شايفة أبوها بيتضرب كده عشان شقة إيجار قديم. فين الرحمة وفين الإنسانية؟ هو احنا وصلنا لدرجة إن صاحب البيت يمد إيده على المستأجر عشان يطلع من بيته؟ طب هو فين القانون؟ والقانون هالموافق على حاجة زي دي ازاي؟ ولا لازم تحصل جريمة كبيرة عشان الناس تاخد حقها؟ من هنا بنوجه نداء واستغاثة عاجلة لوزارة الداخلية والوزير الداخلية بنفسه عشان يتدخل فوراً ويقبض على صاحب البيت اللي اعتدى على الراجل المسن. الراجل ده مش لوحده وحقه مش هيضيع. كل كاميرا وكل صوت لازم يوصل صرخته، لأن اللي حصل مش مجرد خناقة، ده اعتداء على إنسانية كاملة.